كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك؟ اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف، بس انا عايش بقالي كتير. تهمتك ايه؟ تهمتي سعادتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب. وايه لو سمحت؟ غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وتضرب، وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح حاضني من كتفي، وراح ظرفني نص كده، نزلت على ودني اتنجيت بقيت. وضح لو سمحت وضح. واتنجيت يعني اترشيت سعادتك، وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح ضرب صباعي في زوره واكسر له قصبه رجله، انما ما رضيتش، لان ده مهما كان برضه عمي، والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخو ابويا، والدنيا ضيقه سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقة؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطة اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجة من عندي ولا ايه؟ ده سعادة حضرة المزمزين، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاتهام. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخه عايزين اطلع طيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمه لا تفيد. واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان.